طالب في المنيا. ما كانش فيه جامعات بقى في الصعيد وجامعات في بحري وقبلي وكده يعني، الدنيا كانت صغيرة. جاب في الثانوية العامة مجموع كبير جدا، متفوق، والقرية كلها كانت بتتكلم عليه وعلى تفوقه، بس أهله على قد حالهم، يا دوب يعني عايشين، وعايزين قالوا لا لازم يخش كلية طب القاهرة، ودخل كلية طب القاهرة. طب هتعمل ايه يا ابني؟ كان ليه أخت كبيرة في السن أكبر منه بس مش متزوجة، أخد أخته وجم هنا في الجيزة. الجيزة كان فيها مناطق عشوائية كتير، ناحية اللي منكم يعرف الجيزة يعني أبو أتاتا والحتت دي، شارع الملك فيصل. الملك فيصل ده جديد على فكرة، ما كانش موجود حتى. استأجروا أوضة على قد الحال كده هو وأخته، وجا من البلد بقى، أنتوا عارفين يجوا من البلد بيحملوا سبت عيش على سبت ما اعرفش رز على سكر علشان يقتطوا منها. وباباه ومامته كل شهر بالكاد يبعتوا له حوالة بريدية ب10 جنيه. 10 جنيه زمان كانت يعني تغرق الدنيا يعني. عايشين مع بعض، والولد ماشي في الكلية كويس وسالك وناجح. وبعدين ميعاد الحوالة البريدية جه، ما جاتش الحوالة البريدية، هم 10 جنيه. قعدوا ياكلوا من الخزين اللي عندهم. جه الشهر اللي بعده فضلوا ياكلوا من الخزين لغاية لما أخته مرة رايح الكلية، قالت له أنت رايح فين؟ قال لها رايح الكلية. قالت له ما فيش فلوس، هتروح الكلية ازاي؟ قال لها هروح ماشي على رجليا. ما هو كان في الجيزة وكلية طب في قصر العيني، كان ممكن يمشيها يعني، ياخدها في نص ساعة مثلا. هروح ماشي على رجليا. قالت له أيوة أنت رايح الكلية ماشي على رجليك، بس هترجع ما فيش لقمة عيش في البيت، خلي بالك هنموت من الجوع، اتصرف، ما تجيش إلا وأنت متصرف. كان الولد ده بيعترف عند أبونا صليب سوريال، اللي منكم يسمع عنه، كان في الجيزة، كان من الآباء المشهورين في الجيزة، كان أصلا محامي هو يعني، كان دارس وحلو خالص، كان قلب حنين خالص. أبونا صليب سوريال ده من الجيزة، كان من كبار كهنة الجيزة، وسافر ألمانيا، عمل دير هناك في ألمانيا ورجع. فالولد قال أنا أروح لأبونا صليب واحكي له الحكايه، انا ما اقدرش اقول لاصحابي سلفوني يعني، انتوا عارفين الشباب برضو يعني يتكسفوا يعني. فوصل ميدان الجيزه على رجليه، وبعدين قال طيب اروح الجامعه واستلف ولا ايه، اخش على الكنيسه واروح لابونا صليب. كانت كنيسه ماري مرقس جوه كده. وهو واقف كده عمال يفكر، قامت زوبعه وتراب وعفره. وانتوا عارفين احيانا الطقس يبقى كده مش كده. وزمان كان موديل البنطلونات، عارفين البنطلون اللي كان يبقى واسع من تحت وفيه كسره من تحت في الرجلين كده، الشارلستون. فقامت زوبعه جامده جامده جامده. وبعدين هو واقف في وسط الميدان، لقى فيه ورقه اتغمست في التانيه بتاع البنطلون، فميل كده عشان يطلع الورقه ويرميها، لقاها ورقه ب10 جنيه. طب يعمل ايه الولد؟ قال تكون طارت من حد غلبان هاخدها، طب وصاحبها يعمل ايه ده؟ فمسك 10 جنيه كده، وقف يعمل بيها كده. فبعد ما طولت المدة قال الناس لو شافوني بعمل بال10 جنيه كده هيقولوا عليا أنا مش سليم. فبعد ما قعد يعمل كده بال10 جنيه لو ليها صاحب يبان، خدها بقى وقال طب خلاص يبقى ربنا بعت لي 10 جنيه، أنا رايح لأبونا الصليب أحكي له الحكاية. راح لأبونا يحكي له والوضع، ويقول له يا أبونا شفت 10 جنيه دي، أنا كنت جاي أقول لك سلفني 10 جنيه. قال له طب يا ابني نشكر ربنا، عمل ربنا معاك، يلا بقى ربنا معاك. قال له لا يلا مين، فك لي 10 جنيه، خد جنيه وهات ال9، هذا لازم أدفع منها إيه؟ العشور. فبلاش نقول لربنا إلى متى يا رب تنساني، لا إحنا اللي بننساه، هو عمره ما ينسانا. إن نسيت الأم رضعها فأنا لا أنساك. في حلول كثيرة عند ربنا، حلول لا تخطر لك على قلب. أي ضيقة
ليها نهاية، وأي ضيقة ليها حل، وأي باب مغلق له عند ربنا 1000 مفتاح. البابا شنودة الثالث اللي قال الكلام ده، قال أي باب مغلق عند ربنا له 1000 مفتاح.